الحب ليه مكانة كبيرة في ديننا، ومفيش دين اتكلم عن الحب وأثره وعمقه قد الدين الإسلامي. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يبلغنا عن رب العزة: حقت محبتي للمتحابين فيا، حقت محبتي للمتواصلين فيا، وحقت محبتي للمتباذلين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتناصحين فيا. حديث ينقله لنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عن رب العزة إن ربنا عز وجل يوجب على نفسه سبحانه وتعالى أن يحب كل اللي بيحب. وناخد بالنا من كلمة فيا. الله عز وجل يقول أن هذه الأعمال كلها له، إن الأعمال دي شاقة ومش سهل على فكرة عملها، ومش سهل إنها تكون موجودة. فلما يعملها إنسان وتكون كمان خالصة لوجه الله، فربنا عز وجل يوجب على نفسه سبحانه وتعالى أن يحب الإنسان اللي بيعمل كده. حقت محبتي للمتحابين فيا، اتنين مفيش بينهم أي مصلحة إلا إن هم بيحبوا بعض في الله بس. أنا بحبها منتظر الجزاء الوحيد الأوحد من رب العالمين سبحانه وتعالى. وحقت محبتي للمتزاورين فيا. النهارده حضرتك لما بتروح تزور حد ممكن تركب تاكسي يكلفك، تخرج من بيتك وتجهز نفسك وتتحضر وتتعطل، وممكن يبقى وراك مشغوليات كتيرة جدا وتسيبها لوجه الله. فربنا عز وجل يقول لك لما تعمل الحاجات دي بس قبلها تكون انت خالص النية لله، مش علشان تزور حد لحسن الناس تتكلم علينا، اصل انا لازم ازورها لحسن تلويلي وشها، اصل لو ما زرتهاش هتقول وتعيد عليا. لا، الزيارة هنا والبذل اللي هتبذله، الفلوس اللي ممكن تدفعها في ركوب مواصلات، العطلة اللي ممكن تتعطلها، لو كانت لوجه الله بتجلب لك محبة رب العالمين سبحانه وتعالى. وحقت محبتي للمتناصحين فيا. شفت واحد عمل حاجة ولا عمل سلوك معين، تقعد تفكر وتدبر أنصحه إزاي أو أنهيه عن الأمر ده إزاي. مجرد إنك بتنصحه وتقول له بلاش تعمل الحاجة دي، لو كانت هدفك من النصح هذا هو وجه الله سبحانه وتعالى، فده يجلب ليك محبة الله سبحانه وتعالى. النهاردة بنلاقي الناس تنظر على بعضها، عايز ينصح فلان عشان يعلم عليه، يبقى أنت كده عملت غلطة وأنا احتسبتها لك وبقيت أنا مترفع عليك وبقى لي عليك درجة، ده أنا بقيت بتصيد لك الأخطاء. خد بالك، النصيحة دي مش لوجه الله، لا، دي هتجلب لك كره ونبذ والفرقة من الناس ومن الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء لا يرضي. وحقت محبتي للمتزاورين وللمتناصحين وللمتباذلين. جهد بتبذله من أجل حد، بتقضي حاجة حد في الله. ناخد بالنا إن كل هذه السلوكيات والأفعال قبلها فيا. وحقت محبتي للمتناصحين للمتزاورين للمتواصلين. في ناس مش متواصلة مع بعضها إلا عن طريق، ما تعرفش أخبارهم إلا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، تشوف خبر هنا ولا خبر هنا فتتفاجئ، يا ده فلان جه من السفر، ده بقالنا سنين ما شفناهوش. متواصل ولا مش متواصل؟ عايزة كل واحد من حضراتكم بيسمعني تفكر كده في 10 من أهلك أنت متواصل معاهم تواصل حقيقي. يعني إحنا عائلتنا من الأم والأب بالألوف، ومع ذلك كم واحد أنت في بينك وبينهم صلة متواصلين؟ يعني بنشوف بعض، بنتزاور، نعرف أخبار بعض، مش بنعرف بس كده من مواقع التواصل. حقت محبتي للمتواصلين فيا. النهاردة الحب اللي بيننا ضاع ما بين آكلين لميراث وما بين واكلين لميراث، تحت مسميات مختلفة على فكرة. كل واحد بينظر على الناس التانية بأن هو يعني حامي حمى الأخلاق، وممكن يكون ضحك على أخته واخد منها فلوس معينة. لا، أنا اديت لها حقها، ما هي مضت بالرضا ولا مضت تحت تأثير منك أنت وتحت ضغط منك وقلبها مش راضي؟ واكل مين واخد حق مين؟ نظرتك للدنيا إزاي؟ ناخد بالنا، علشان الحب ده شيء جميل ومكرم ومعظم في ديننا لما يكون لوجه الله سبحانه وتعالى. راجع نفسك انت مين من الأصناف الموجودة، وكل صنف منهم انت واخد كام من 10.